مين مدرب النادي الاهلي الجديد؟ الاهلي بيفكر في مدربين، اول حاجه كيروش المدرب منتخب مصر السابق، وكيروش الموضوع عنده صعب شويه ان كيروش عايز يجي يدرب بس في فتره كاس العالم للانديه وخلاص، قال يا جدعان انا عجزت وكبرت وما عنديش خلق كل يوم اجي ادرب لعيبه بقى ونقعد نعمل تكتيك وبتاع، انا باجي العب كل شهرين ثلاثه العب ماتشين وامشي. فهو انا بتاع منتخبات. الثاني جوميز مدرب الزمالك، هو مدرب الفتح السعودي حاليا، اللي عمل اداء كويس جدا مع الفتح وشالهم من الهبوط السنه دي، لحقهم قبل ما يهبطوا السنه دي. فجوميز طبعا عنده خلفيه لعيبه زي الاهلي، كان لاعب الاهلي كذا مره لما كان بيلعب مع الزمالك، هو صراحه مدرب كويس جدا ومدرب واعد. ده اقرب مدير فني حاليا، وبيحاول الاهلي يخلص مع الفتح عشان يقدر يجيب جوميز، وده هيبقى واعي جدا ان هو الاهلي بيدور على مدرب يكون عنده خلفيه في الدوري المصري عشان يلعب في كاس العالم للانديه، مش لسه يقعد يتعلم من اللعيبه من اول وجديد تاني. لا يكون النادي الاهلي مدرب هيبقى عماد النحاس مدير فني، محمد يوسف مدير الرياضي، محمد شوقي هيبقى مساعد عماد النحاس، ودول اصلا فوت التلاته هيكملوا ان شاء الله مع المدرب الجديد اللي هيجي في خلال 48 ساعه. سلام.